اليوم باش نحكيو على الإدارة التونسية. الإدارة التونسية بصفة عامة في كل المجالات وفي كل الإدارات وفي كل تراب الجمهورية. الإدارة التونسية يلزمها ثورة يلزمها إصلاح من الجذور، من العروق كما نقولوا احنا باللهجة متاعنا. علاش أنا قلت الموضوع هذا يخليني أنا عندي مدة نأجل فيه ونحكي فيه، ولكن أكثر حاجة خلتني نتكلم عن الإدارة التونسية هي موضوع ستيج وقصان الضوء على العباد. علاش أنا قلت الإدارة التونسية؟ على خاطر الإدارة التونسية فما عباد قاعدة عايشة وقاعدة تاخذ في شهري وقاعدة في بيروات وقاعدة مرتاحة وقاعدة تاخذ في امتيازات وما هي تعمل في حد شيء. الإدارة التونسية هي أتعس إدارة ممكن تلقاها في العالم، بالحق أتعس إدارة في العالم، على خاطر الموظفين اللي فيها إنفوا شد بلاصتو وترسم أو تسمى بي دي جي أو تسمى مانيش عارفة اللي باش يتسمى وشد بلاصتو، شد بيروه ويعمل لك الو تليفون لا اكثر ولا اقل، خدمته بالتليفون وساعات ما يهزش على العباد وما يهزش على المواطن وما يهزش ممكن ياسر على الاعوان اللي تخدم معاه، وممكن كيف يهز عليهم زاده كيما نقولوا احنا يبلفطهم بكلمتين وسيد. على خاطر كان ثم اداره حكيمه ما كانش الستيج يصير والضوء وستيج تكون فيها المشكله هذه اللي قاعده تو العباد محتجه ولا العباد مش عاجبها الوضع. خاطر العباد كي تحتاج راهي مش على خاطر مش تحتاج على خاطر المكيف، راهي العباد ماهيش محتاجه على خاطرهم يحبوا يتبردوا، اي وي من حقهم يتبردوا خاطر الدنيا شخيلي والدنيا سخونه والعباد غفقت. لكن ثم عباد عندها المريض، فما عباد عندها اللي عايش بالاكسجين، وفما عباد اللي متدينش السخانه خاطر عندهم التنسيون، فما عباد قاعده راقده في السبيطارات، فما عباد قاعده راقده في الكلينيكات، فما دوايات كتقص عليهم الضوء يتلفوهم ويعدموا ويفسدوا، فما عباد عندها مشاريع، فما عباد عندها لحوم، فما عباد عندها كيما الجزارة وكيما جماعة المدجنة وكيما جماعة القلاص، الناس كلها برتو المشاريع اللي محلولة نتاع العباد قاعدة تضر. يعني انت تداوي في شيرة ومعناتها تداوي عين وتعور في عين، هذه هي نسمعوا بها حتى رينات، تداوي في عين وتعور في عين اخرى. علاش؟ على خاطر انت كي قاعد تحب تحافظ على حاجات من عهد البيات ومع عهد الاستعمار، مانيش عارفه اش تسموهم انتم، هالمواليدات ولا ندري شنو اللي تحبوا تحافظوا عليهم وخايفين عليهم لا يتلفوا. انتم نورمالمون عندكم شتاء وربيع وخريف، علاش انتم ما عملتوش صيانه ولا ما عملتوش دراسه؟ وعلاش ما بديتوش تحسنوا؟ بالطبيعه باش يخرج واحد باش يقول لك عملنا، اي ما عملتوش، كان عملتوا ما نوصلوش احنا للحاله هذه، ما يوصلش المواطن للحاله هذه، ما يوصلش المواطن يخسر. يا اخي انت باش تعوض في الخسائر نتاعو العباد اللي قاعده تخسر في مشاريعها وتخسر في حوانتها وتخسر في خدمتها، انت شكون قاعد باش يعوض لهم؟ كان جات الدوله تحترم نفسها، وانا نحكيو على الدول اللي تحترم المواطن نتاعها وتحترم شعوبها، واللي شادين الادارات يحترموا خدمتهم، على خاطرك انت موظف في هذه الدوله وموظف قاعد تخدم في هيك المواطن، مش اللي جاي تتعالى عليه وتبدا تفايته حتى كي يجي يحكي معك ولا يكلمك ما تهزش من تهز عليه التليفون، وكان هزيت عليه التليفون ممكن ياسر تسمعوا الكلام. نورمالمون انتوما راكم تعرفوا اللي كل دار تونسيه فيها مكيف واثنين، ويعني ما عادش كما كان قبل العباد ما عندها كان مروحه وسيب، العباد كلها تقريبا في الارياف في المدن الدار المزمره فيها 2 و3 مكيفات، واللي ما فيهاش 2 لازم فيها كعبه. معناها تونس التراب الجمهوريه الكل اغلب الاغلب نتاعو عندهم مكيفات. احنا ما نحكيوش على اللي ما عندهمش يقول لك انا ما عندي، اللي عندهم اكثر من اللي ما عندهمش. معناها انتم نورمالمون عاملين دراسه وتعرفوا اشنو لازم يكون به. هذه حاجه نعطي انتم قاعدين في البروات بجهربي فيش قاعدين تعملوا حاجه برك، قاعدين تعملوا فيها تمشيوا تتجاراو تغليوا في الفاتوره على المواطن وتزيدوا ما يوخر شويه تزيدوا تمشيوا وتقصوا عليه. هذيك خدمتكم، ما تفوتوش لازم تقصوا عليه الضوء في داره ولا في حانوته ولا في مشروع. تويكا انتم كي تقصوا عليه تويكا هذا على حساب شكون؟
ما يصيرش على حساب شكون. كان جيتوا عندكم دراسه وكان جيتوا عباد تخدموا بضمير وتخدموا في البلاد وتخدموا في الشعب وفي المواطن، ما يصيرش هذايا، وما يصيرش الاحتقان اللي قاعد صاير تو. الإدارة التونسية من أخيب الإدارات، على خاطر تمشي أنت كانوا في كل المجالات. شوف أنت ادخل المحكمة وشوف، وكأنه ساعات يمشي المواطن ماهوش مدان، ماشي طالب في حقه، يحس روحه اللي هو مذلول وكأنه مدان ويخزر له، تلقاه معناتها كرسي يعيط على مواطن أعلى منه درجة. احنا ماناش نحكيو معناتها كناس كنا كيف وسواسية، لكن هو ساعات يجي يطالب حقوق، ساعات عنده ملايين قاعد يطالب بها، يجي كرسي يسمعه ما يكره، وتلقاه واقف من الصباح للعشية ما فماش كرسي في المحكمة باش يقعد فيه. شفتوا هذه إدارة؟ وهذه هذا ما تحترموا أنتم المواطن والشعب. خلينا من هذا. شوف السبيطارات، شوفوا السبيطارات، الواحد يمشي الصباح يبدا مريض، عباد مريضة، ثم اللي ما نجيبش يقف على ساقيه درج، ما نقولوش يقعد من الصباح، يمشي الصباح بكري ترسيله قاعد للساعتين ولا ثلاثة ولا الأربعة، وبعد ما يكمل ما يلقاش دواء. هذه الإدارة من أزبل ومن أخيب الأدارة. لازم يتفتح. ريتوا أنتم هالكبار هالشياب وهاللي فات 50 وممكن ياسر فات حتى 45، على خاطر احنا في تونس ما احناش عباد، عندنا ضمير وعندنا قلب على هالبلاد. اللي في ما عادش ينجم يخدم، ما عادش ينجم يخرج، ما عادش ينجم يواكب، ما عادش ينجم يخرج يشوف. ما تحطوش، حطوا شباب. شوفوا روح الشباب انتم، شوفوا شبابنا. حط واحد شباب وشوفوا كي يمشي واحد شاب وعنده الطاقة ويحب يخدم، يلقى شايب ولا عزوزة نحكيه ما يسالش، راه نتقبلوها. احنا رينا الويلات فيها الإدارات، تلقاه بالحق معناتها كيما مسمار جحا يفسد عليه مشاريع ويفسد عليه شنو يحب يعمل، وتلقاه حاط له العصا في العجلة وموجود. شوفوا البلديات، ضربتين الرزو مقصوص، وكيف يمشي المواطن تلقاه مزروب والله اعلم عليه شنو اللي وراه، وساعات يخدم ومسيب خدمته، يمشي يقول لهم علاش، ولا يقول له يعيشك زربني، يقول له فاش شنو اللي زاربك بابا، وممكن ياسر يخزر له من فوق اللوطه، تقول هو يخدم عنده. الاداره التونسيه لازمها بالحق، ريتها انتم يلزمها تتغربل وما يتحط فيها كان انسان عنده. وزاده لازم اللي يخدم يكون عنده بالحق. ما فماش ضمير مهني، ما فماش عباد خايفه على البلاد وخايفه على الشعب، ما هم يحللوش فلوسهم بالحق، ما يحللوش. يعمل لك القهوه ويعمل لك كعبه الكرواسون ويبدا انت واقف تستنى بالدوسي نتاعك وهو يكمل فيه ويخزر لك هكا، تقول معناها هو البي في زماناته. بالحق عباد ما عندي. انت باش تعمل قهوتك عملها في دارك بابا، باهي عندك بوز كافيه من 10 ولا قديش، هذيك هي عندك فيها الحق. وفما ادارات ما فيهاش بوز كافيه وياخذها غصبا على المواطن البوز كافيه، وتقعد العباد مطيشه. وكي يجي يتكلم وزيد حاجه اخرى، عندنا حاجه خايبه وعاده سيئه في المواطنين، انه كي واحد من المواطنين يتكلم على حقه هو وعلى حق الالاف اللي قاعده وراه تستنى في الاداره، كلهم يقعدوا يتفرجوا ويجبد يبدا يخزر. كاين خايف على شنو؟ اذا ما انت ما سندتش المواطن اللي يدافع على حقه وحقك، راهي العباد كلها تخاف، والعباد كلها تولي تحتاط للمواطن. راهو مش معناها انت كي باش تتكلم على حقك معناها راك انت باش تعمل عركه ولا مش تدز ولا مش تضرب البونيه ولا باش لا، انت باش تطالب حقك طالبه بالمعقول وتحكي معاهم وتطالب بحقك. ما تقعدش انت وراه واللي بجنبه واللي قاعد على كرسي يتفرج وجابد روحه، اعطيه يسجد اموره وانت تقعد تتفرج عليه وكأنه هو يتكلم كان على روحه. وراه وقت اللي يتكلم على حقه او يصور، راهو حقك انت وحق ابنك وحق بنتك وحق جدك وحق خالك وحق الشعب كامل. يلزمكم تساندوا بعضكم في الحق، تساندوا بعضكم في الحق وما عادش تقبلوا تبدأ. علاش خايفين منه اللي يخدم في الإدارة؟ سامحني عليه بابا. شكون هو ما هو مجعول إلا باش يخدمكم، مجعول إلا باش يخدم الدولة التونسية والشعب التونسي، مش جاي باش يخدم خوه وولد عمه وقريبه وبالتليفون يجي يرمي له 10 و20 و15 موجود. واللي باش يقول عكس هذايا راهو انسان منافق. اي نعم يخدموا في الادارات بالطريقه هذه، يعمل له تليفون خويا الغالي هاني جايك دوسيه ولا الورقه الفلانيه حاضرين، يجي يلقاها حاضره، والمواطن الاخر مسكين لين ظهره يتقوس باش يخدم ورقه ولا ورقتين. الاداره التونسيه لازمها ثوره ولازمها حسم ولازمها قوانين ولازمها تتغربل، خاطر من اخيب الادارات. والعباد اللي جايه تحب تعمل مشاريع تحطوا لهم بالعصا في العجله وتشحتفوه لدرجه انه يكره النهار اللي يخمم باش يعمل فيه مشروع. ما تحبوش تونس تتقدم، ولازم الدوله
تعمل قرارات جديدة وتنحي علينا هالشايب والعزوزة واللي ما عندوش ضمير، ومراقبة، المراقبة